السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المهم بعجاله غادي نديروا جميع الاسئله الممكن انك تشوفها في الداله الخطيه والداله التالفيه. شنو هو الفرق ما بين الداله الخطيه والداله التالفيه؟ الداله الخطيه تكتب على شكل فونكسيون لينير، تكتب سيكري سو لا فورم ديال اف اكس ايكال اكس. الداله التالفيه كتزاد ليها واحد بي. الاختلاف بين التالفيه والخطيه، التالفيه فيها واحد العدد سواء في الزايد ولا في الناقص، الخطيه ما فيهاش. بالنسبه لهنا الا تعطى التعبير وقال لك واش هي الطبيعه ديال الداله لا ناتور ديال الفونكسيون، اش كتقول ليه؟ كتقول لي خطيه لان بي كتساوي صفر، كتقول لي تالفيه لان بي كتدخل في الصفر. السؤال الاول، حدد اف اكس بدلاله اكس. عبر عن اف اكس بدلاله اكس. حدد صيغه الداله اف. ديتيرميني سواء اف اكس اون فونكسيون دو اكس، اكسبريمي اف اكس اون فونكسيون دو اكس، مونطري او فيريفي كو اف اكس ايكال. كيقول لك تحقق بلي من ان اف اكس كيساوي واحد التعبير، اولا ديتيرميني ليكسبريسيون اولا سميتو ليكسبريسيون دو اف دو اكس، ولا مثلا لا فورمول دو اف دو اكس. بحال اي سؤال. المهم كتقول لي لدينا اف اكس كتساوي ا اكس، هذه قاعده كتكتبها. لدينا ا كتساوي اف ديال عدد على عدد. غنوريك جوج ديال الحالات، اف ديال واحد العدد ولا جي ديال واحد العدد على عدد. كتعوض هذا بالقيمه ديالو وهذا كتحطو هنا، كدير عمليه القسمه، كتاخذ هذا العدد كتحطو هنا وكتزيد ليه اكس وانت ساليتي. ملحوظه، لكي نجيب على السؤال نحتاج الى صوره عدد. خص ضروري تكون عندنا ليماج ديال النومبر. نجيو للمثال رقم 1، لتكن اف داله خطيه بحيث في 3 تساوي 6 سواء في فونكسيون لينير تلك اف 3 ايكال 6. شنو كنديروا؟ كنديروا اف اكس كتساوي ا اكس. لدينا اف ا. منين كنجيبوا هذا؟ كناخذوا داك العدد اللي عطونا سواء جي ديالو ولا اف، بحال راه من راي في مره جي كتكتبوا هنا داك اللي عطاك كامل اللي قبل تساوي كتكتبوا هنا، وكتاخذ هذا الرقم كتعاودوا هنا. كانت هنا 4 ديال 4 كانت 2 ديال 2 اللي كان هنا ديروا هنا ياك. ثم كتاخذ هذا الرقم كتحطو هنا وهذا كتخليه 6 على 3 2 كتزيد ليها اكس وانت ساليتي. المثال الثاني كيقول لك لتكون اف داله خطيه بحيث تمثيلها المبيان يمر من النقطه ا جوج 3 مثلا اف. شنو كتعني هذه الكلمه ديال التمثيل المبيان يمر من النقطه؟ كتعني ان اف ديال هذا هو هذا، اف ديال جوج كيساوي 3 سواء في لا فونكسيون لينيير تلك سا ريبريزونطاسيون غرافيك باس بار لو بوين ا دو 3. شنو كنديروا اف اكس كتساوي اكس. شنو كتعني يمر من النقطه؟ يعني ان اف ديال هذا العدد هو هذا. انت بحال هذه بحال عطاها لك ديريكت، بحال عطاها لك بالتمثيل المبياني بحال كديري في لي جوج على جوج. ثم هذا كتعوضو بالارتوب ديال النقطه بالوردوني ديال البوان، كتحط ما ديرش هنا اكس. هذا كيتسمى المعامل ديال الداله. راه كنجاوبوا بهذه الطريقه حتى الا قال لك حدد معامل الداله، ديتيرميني لو كويفيسيون دو لا فونكسيون، ثم كتلصق لي اكس وانت ساليتي التعبير وربحتي نقطه. السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 كيقول لك حدد صوره العدد اكس واحسب اف لي اكس. حدد رطوب النقطه ذات الفصول، حدد رطوب النقطه ذات الفصول اكس. بحال ديتيرميني ليماج ديال النومبر اكس، كالكولي اف دو اكس، ديتيرميني لوردوني دو بوين دابسيس اكس. اي سؤال من هذا النوع كنجاوب بنفس الطريقه. شنو كنديروا؟ كنحطوا التعبير ديال الداله ديالنا، ليكسبريسيون دو لا فونكسيون ديالك، ثم كتعوض اكس بداك العدد وكتحسب. كدير مثلا اف لي 3 هي هذا في 3 وكتحسب. مثال، عندي اف لي اكس كتساوي 3 اكس، بغيت نحسب الصوره ديال جوج اف دو جوج. قال لك احسب صوره العدد، كالكولي ليماج دو النومبر، يعني الصوره سابقه العدد، صوره العدد. اذا اف لي جوج او اف لي 1 على 3 كتمشي لهنا كتحيد اكس، كدير داك العدد 3 مضروبه في 2 هي 6، 1 على 3 3 مضروبه في 1 على 3 هي 1. صافي حسبنا سخر الله. مثال رقم 2، حدد صوره العدد 6. ديتيرميني ليماج ديال النومبر 6. كتعوض هنا ب 6 كتكون هي هذا الرقم هذا كتضربه في داك العدد اللي عطاك في السؤال ثم كتحسبها انت ساليتي. السؤال رقم 3 ممكن يقول لك حدد العدد الذي صورته بالداله اف هي ايكغيك شي عدد، او لا حدد العدد ام بحيث اف لين كتساوي هذا. كيعطيك هذا الرقم. حدد وفصل النقطه ذات الارتو بيكغيك. بالفرنسي هما هادو لي كيسيون ما تحتاجش انني نقراهم. قال لك اسيدي الطريقه هي اننا كنحلوا المعادله. دائما ملي كيقول لك العدد الذي صورته هي ديتيرميني النومبر دون ليماج اي، كنحلوا المعادله في اكس كتساوي ذاك العدد اللي عطاك. دونك كتحط كذا وكتديها تحت من هذا العدد وانت ساليتي. مثال، عندي 3 اكس وقال لك حدد العدد الذي صورته بالداله هي 6. شنو كنديروا؟ اف اكس كتساوي 6 وكتحل المعادله. كنديو 3 تحت من 6 مقسوم على 3 جوج. السلام عليكم ساليتي. نمر الى السؤال الموالي، او بالاحرى المثال رقم 2. قال لك عطاك مثلا التعبير ديال الداله عندي في المعطيات ولا في السؤال السابق. قال لك حدد العدد ام بحيث اف لين كتساوي 10. راه نفس الشيء، حدد العدد اللي الصوره ديالو 10. ديتيرميني لو نومبر دون ليماج 10. نفس الطريقه كنحلوا المعادله غير بلاصه اكس كندير ام 2 على 5 ام، ثم كندي هذا لهاد الجي. ديما ملي كيكون الكسر حدا اكس او حدا ام بغيتي تدي الجهه الاخرى خلي الضرب، ولكن هذا العدد غتقلبه لتحت ديالو غيولي الفوق والفوق ديالو غيولي لتحت. حسبنا عادي نفس الشيء. حدد العدد. مثال اخر، حدد العدد ا بحيث تكون النقطه ام ا3 تنتمي الى التمثيل المبياني للداله. ديتيرميني لو نومبر تلك لو بوين ام ا3 appartient à la représentation graphique de la fonction f. شنو كنديروا؟ كنحلوا ثاني المعادله، يعني نفس الطريقه ديال الجواب لهاد الاسئله كلهم. بالنسبه لهنا ملي كيقول لك اف اكس كتساوي y هذا كيتسمى صوره. ملي كيعطيك النقطه بحال هكا يقدر يعطيك هكا يقدر يعطيك هكا. هنا اكس كنسميوه عدد، هنا كنسميوه افصول ابسيس، y كنسميوه ايماج صوره، y كنسميوه لوردوني لو. اذا راه بحال ملي كيقول لك اعطيني العدد بي بحيث هذه النقطه كتنتمي كنحسبوا الصوره ديال جوج وكنتلاقاو العدد بي. ملي كيقول لك اعطيني العدد كنحلوا المعادله. نمر الى السؤال الموالي. السؤال الرابع كيقول لك انشئ التمثيل المبياني للداله اف. كونستروي لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون اف. المثال رقم 1 عندي اف اكس كتساوي 2 اكس. شنو كندير؟ كتمشي كتعوض اكس بواحد ولا بجوج ولا باللي عجبك واحد الرقم، واحد جوج ارقام اللي هما بساط. الا كان هذا ما فيهش الكسر عوض باي رقم، الا كان فيه الكسر غتعوض. غنشرحها لك هنا. دونك هنا عوضنا بواحد مثلا خرجت لنا جوج، كاين اللي غيعوض بجوج تخرج لي 4. كدير داك العدد اللي اختاريتي انت كتضربو في هذا وكتحسب. كتمشي كتمثل. عندي دابا واحد اف ديال واحد هي جوج، كندير واحد مع جوج، او لا عندك جوج مع 4 كدير جوج مع 4. ملي كدير هذه النقطه اش كدير المسطره ديالك وكتربط هذه، يعني المسطره كتكدها بحيث هذه كتجي مع اصل المعلم وكترسم. الا جاب الله عطاك الداله الخطيه المعامل ديالها فيه كسر، شنو كدير بالضروره؟ كتمشي كدير اف ديال هذا الكسر. كانت هنا 3 غتحسب في 3، كانت 5 غتحسب في 5، كانت 2 غتحسب في 2. المهم الكسر كتحسب الصوره ديالو. علاش؟ باش يخرج لك واحد العدد اللي هو سهل انك تمثلو. دونك عندي 3 2. شنو كندير؟ كنرسم المعلم و اي جي، كنمشي ل 3 2 وكندير النقطه ثم كتربطها مع اصل المعلم.
صافي. بالنسبه للسؤال 5 كيقول لك ما هي طبيعه الداله اف، كيلي لا ناتور دو لا فونكسيون اف. الا جاب الله عطاك اف على شكل تعبير كتقول ليه اف داله خطيه، اف لينيير. الا سولك علاش قول ليه لان بي كيساوي 0 فقط. الا قال لك شنو هو المعامل ديال الداله غتقول ليه 5 هو هذا العدد هذا الكويفيسيون دو لا فونكسيون. الا قال لك مثلا عطاك التمثيل المبياني مثل لك واحد الداله قال لك اودي عطيني الطبيعه ديالها غتقول ليه اف داله خطيه، ماشي لانها تمر، لان تمثيلها المبياني يمر من اصل المعلم كار سا ريبريزونطاسيون غرافيك باس بار لوريجين دو روبير. السؤال رقم 6. السؤال رقم 6 الداله التالفيه كيقول لك اكتب اف اكس كما شفنا في الداله الخطيه غنعاودوا في الداله التالفيه. اكتب اف اكس بدلاله اكس بصيغه اف اكس يعني الفورمول ديالها، بين ان او تحقق ان واثبت ان اف اكس كتساوي شي حاجه واحد التعبير، اكريغ اف اكس اون فونكسيون دو اكس فورمول دو اف اكس، ولا مونطري كو بين لي بان اف اكس كتساوي شي تعبير. شنو كنديروا؟ كتكتب هذه في الخطيه كنديروا فقط اكس، في التالفيه كنديروا اكس زائد بي ياك، ثم كنجيو لهنا كنديروا ا كتساوي اف ديال اكس واحد ناقص اف ديال اكس جوج على اكس واحد ناقص اكس جوج. هادو كيعطيهم لك بثلاثه ديال الطرق، ثم كتعوض كتحسب كتسالي. المهم هي المنهجيه قدام كنت كتعرف تقرا. مثال دابا عطاني الداله التالفيه فونكسيون افين وقال لي اودي الصوره ديال 3 كتساوي 5 والصوره ديال 2 3، ماشي ديما هاد الارقام اللي كيكونوا كيتبدلوا. كتقول لي ا كتساوي كتاخذ هذا اللي قبل من تساوي ناقص هذا اللي قبل من تساوي مقسومه. الا بديتي بهذا خذ الرقم اللي داخل ديالو كتبو لتحت، وهذا الرقم اللي داخل ديالو كتبو لتحت، هنا ناقص وهنا ناقص. ثم اف لي 3 كتحط بلاصه هذا الرقم، هذه كتعوضها بهذا اللي من مور تساوي، وهذه كتعوضها بهذا اللي من مور تساوي. كدير الحساب ديالك كيخرج لك واحد العدد. شنو كدير ليه؟ كتجيبو كتحطو هنا، كتحطو وحده اكس، ثم كدير داك العدد هذا العدد كتحطو هنا زائد بي. كتمشي كتاخذ وحده من هادو سواء هذه ولا هذه. دونك عندي اف لي جوج كتساوي 3، انا خديت هذه انت تقدر تاخذ هذه ماشي مشكل. اذا كتمشي بلاصه اكس هنا كتعوض بهذا الرقم، كانت هنا 10 دير 10 كانت 1 دير 1 كتناقص 1 الرقم اللي كاين هنا حطو هنا، وهنا راه كاينه عمليه الضرب. دونك ضربنا جوج في جوج زائد بي، ثم هذا العدد اللي كاين من مور تساوي خليه بلاصتو. عطاتني 4 زائد بي كتساوي 3، 4 غنحولها للجهه الاخرى غتعطيني بي كتساوي ناقص 1. اذا اف اكس كتساوي 2 اكس ناقص 1. مثال رقم 2 لتكن اف داله تالفيه بحيث دابا ما عطانيش هادو مفرقين، يا اما كيعطيهم مفرقين يا اما كيعطيهم مزاديين وبيناتهم الناقص، يعني كيكون ديجا هو حسبهم وكيعطيك وحده مفرده. اشنو كدير؟ كدير ا كتساوي هذا النيت كاملو، ثم كتاخذ هاد الارقام اللي الوسط كتكتبهم هنا وبيناتهم الناقص، ثم هذا كامل ماشي كتعوض هذه بوحده وهذه بوحده وكتحسب، هذا كامل وكتحط بلاصتو هذا الرقم. اذا 6 على 2 اللي هي 3. اذا اف اكس كتساوي 3 اكس زائد بي، اف 5 كتساوي 2، 3 في 5 عوضنا هنا اكس ب 5 زائد بي 15 زائد بي حسبنا وصلنا للجواب حطينا هنا والسلام عليكم ساليت. ممكن كذلك يقول لك لتكن اف داله تالفيه بحيث يعطيك واحد العدد واحد الصوره ويقول لك وتمثيلها المبياني يمر من النقطه هذه النقطه هذه. شنو كتعني هذا التمثيل المبياني يمر من النقطه؟ كتعني ان اف ديال 4 كتساوي 3. اذا راه بحال هذه الاولى بحال هذه، ثم كنخدموا بنفس الطريقه. كنجيو كنحسبوا كنعوضوا اف لي 4 ناقص اف لي 2 كتعوض بالارقام ديالك بنفس الطريقه اللي قلنا في الاول، كتسالي وكتحسب. السؤال رقم 7 قال لك حدد افصل نقطه تقاطع التمثيل المبياني للداله مع محور الافاصيل افيك لاكس دي زابسيس. الافصول ديال التقاطع ديال التمثيل المبياني مع محور الافاصيل هنا كنحسبوا اف اكس كتساوي 0 انتهى الكلام. كتحل المعادله الا بغيتي من لاكس دي زابسيس محور الافاصيل، كتمشي كتعوض اف اكس بالتعبير ديالها، وكلكم راه كتعرفوا هذه المعادله البسيطه كيفاش تخرجوها. كتخرج المعادله ديالك كتقول لي اذا الافصول نقطه التقاطع هو كتحط هذا. الا قال لك اعطيني الاحداثيات كتحط هذا العدد هنا في الافصول، وفي الارتوب ديما كنديروا 0 في الاردني. المثال عندي مثلا هذه قال لك اعطيني النقطه التقاطع ديال هذا التمثيل ديال هذه الداله مع محور الافاصيل. السؤال راه واضح وضوح الشمس في يوم جميل. كديري في اكس كتساوي 0 كتعوضي في اكس بالتعبير ديالها هو هذا كيساوي 0، ثم كتدي هذا العدد كتلقى الحل ديال المعادله كتعرفوا تحلوها. كتكتب لي افصل نقطه التقاطع هو لابسيس دو بوين دانترسيكسيون 7 سور 2. التمرين رقم 8 او السؤال 8 كيقول لك دابا اعطيني الارتوب ديال نقطه التقاطع التمثيل المبياني الداله مع محور الاراتيب. الاراتيب كيقول لك اعطيني الارتوب، لي زوردوني كيقول لك اعطيني الاردني، ولي زابسيس كيقول لك اعطيني لابسيس. شنو كنديروا هنا؟ فقط كتحسب الصوره ديال 0. اذا ارتوب نقطه التقاطع هو عندي هنا اف اكس كتساوي 3 اكس زائد 2، مشينا عوضنا اكس ب0 خرجت لنا 2، اذا قلنا 0 2 كدير 0 والعدد اللي كيخرج لك هنا هذه هي نقطه التقاطع مع لاكس دي زوردوني. السؤال رقم 9 نفس الاسئله اللي شفناهم في الداله الخطيه فيما يتعلق بحدد صوره العدد وحسب اف ديال واحد العدد، حدد رتوب النقطه ذات الافصول، حدد العدد ام بحيث اف اكس كتساوي ام، حدد التيرميني ليماج. المهم هاد الاسئله راه تقراهم دابا محتاج تقراهم. شنو كدير لدينا اف اكس كتحط حبيت ثم كتعوض اكس بداك العدد وكتحسب بالماكينه ولا بيديك. مثلا عندي اف اكس كتساوي 3 اكس زائد 1 بلاصه اكس درنا 0، قال لك هو اللي قال لك حسب لي الصوره ديال 0 وهو اللي قال لك حسب لي الصوره ديال 1، اذا حسبناهم وحطيناهم سالينا. مثال رقم 2 عندي 2 اكس ناقص 5 قال لك حدد صوره العدد 4 مثلا. شنو كدير بلاصه اكس؟ كدير 4 اف لي 4 2 في 4 ناقص 5 8 ناقص 5 هي 3، اذا صوره 4 هي 3. المثال رقم 3 حدد ارتوب النقطه ذات الافصول 6 ديتيرميني لوردوني دو بوين دابسيس اكس ايكال 6. بنفس الطريقه كتحط التعبير ديال الداله ديالك، ثم بلاصه اكس كتعوض بهذا اكس هذا، بلاصه هذا كتعوض بهذا الرقم، ثم كتحسب كتقول اذا الارتوب هو واحد او الصوره هي واحد او سميها ما شئت. المثال رقم 4 يعني نفس الحاجه غير بثلاث صيغه. قال لك اعطيني العدد ام بحيث اف لي 2 كتساوي ام. شنو كدير؟ كتمشي كتحسب اف لي 2 اللي هي 5 في 2 ناقص 3 10 ناقص 3 اذا ام كتساوي 7. السلام عليكم. السؤال رقم 10 حدد العدد الذي صورته بالداله هي يكريك السابق لونتيسيدون. حدد العدد ام بحيث اف لي ام كتساوي يكريك. المهم الاسئله قراهم طريقه ديما ملي كيقول لك العدد الذي صورته هي لو نومبر دون ليماج اي كتحل المعادله اف اكس كتساوي داك العدد والمعادله راه بسيطه. مثال عندي اف اكس كتساوي 4 اكس زائد 3 العدد الذي صورته بالداله هي 7. كتمشي كدير اف اكس كتساوي 7 كتعوض هذه بالتعبير ديال الداله التالفيه ثم كتحسب حتى كتلقى الجواب ديالك. نفس الشيء هنا ونفس الشيء في المثال رقم 3. المهم راه قراهم
قرا الامثله، وقف لا فيديو قرا الامثله راه غتفهم شنو درت. السؤال رقم 11 كيقول لك بين ان واحد النقطه كتنتمي للتمثيل المبياني الداله. كيفاش كنديروا باش نبينوا ان بوين ابارتيان على ريبريزونطاسيون غرافيك دون فونكسيون؟ كتمشي كتاخذ التعبير ديال الداله التالفيه ولا الداله الخطيه، كتمشي كتحسب الصوره، كتاخذ هذا العدد الاولاني شتيه اللي كيكون هنا، كتحطو بلاصه اكس، كتحطو بلاصه اكس وكتحسب حتى كتسالي. الا جاب الله خرجت لك ايكغيك او، يعني الا عوضتي اكس بهذا وحسبتي وخرج لك هذا اذا راه كتنتمي، الا عوضتي بهذا وخرج لك شي عجب واحد اخر اذا راه ما كتنتميش. المثال ديالها عندنا اف اكس كتساوي 3 اكس زائد 2. واش النقطه او 12 38 كتنتمي للتمثيل ديال هذه الداله؟ شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو نعوضوا بلاصه اكس بشحال؟ ب 12. مشينا حسبنا اف لي 12 3 في 12 زائد 2 36 زائد 2 38. غتلاحظ معايا باللي ان خرج لي هذا العدد، اذا غادي نقول ليه النقطه راه كتنتمي لو بوين ابارتيان. السؤال رقم 12 حدد طبيعه الداله اف والمعامل ديالها. اذا ملي كتعطاك الداله بهذا الشكل هذا فيها عدد واكس زائد ولا ناقص واحد العدد، راه كتسمى داله تالفيه لان بي يخالف الصفر. المعامل ديالها هو هذا، مثلا المعامل ديال الداله هو 3. بالنسبه لهنا ملي كيتعطاك المنحنى التمثيل المبياني عفوا، الا كان التمثيل المبياني ما كيدوزش من هذه البلاصه راه هو سميتها داله تالفيه. علاش؟ لان التمثيل المبياني ديالها ما كيدوزش، لا يمر من اصل المعلم، كار سا ريبريزونطاسيون غرافيك نو باس با بار لوريجين دو روبير. السؤال ماشي رقم 17، شحال وصلنا دابا؟ السؤال رقم 12، نمر الى السؤال رقم 13. السؤال رقم 13 قال لي كنشئ التمثيل المبياني للداله اف. هنا كتكون عندنا الداله التالفيه، هادو يقدر يكونوا عندك، يقدر انت غادي تحسبهم، غدير بلاصه اكس 0 غدير بلاصه اكس 1. ديما خدم بهاد الجوج وتهنا من المشاكل. حسبنا هنا الصوره ديال 0 2 في 0 0 زائد 1 هي 1، اذا النقطه اللي غنقلب عليها هي 0 1. ها هي هنا غنعوض بواحد، 2 في 1 2 زائد 1 3، اذا النقطه اللي غندير هي 1 3. ها هي غنمشي نقلب عليهم، 0 1 هي هذه، 1 3 هي هذه. غناخذ هاد جوج النقاط غندير لهم هكا، ثم غادي ناخذ المسطره بحال هكا، غناخذ المسطره بحال هكا وغادي نرسم هكا رسمت الداله التالفيه. مثال اخر عندي اف اكس كتساوي 1 على 3 اكس زائد 5. قلت لكم ملي كيكون الكسر كناخذوا صفر مع هذا العدد اللي كيكون هنا باش تخرج لنا مساله سهله. 0 5 هي هذه، 3 6 هي هذه، درنا علامات ثم ربطنا بيناتهم. اتفقنا؟ التمثيل المبياني للدالتين اف جي يكون في نفس المعلم. الا قال لك مثل لي جوج دالات، الداله الخطيه والتالفيه، لا فونكسيون لينيير ولا فونكسيون فين، غتمثلهم في نفس البلاصه. السؤال 14 كيفاش غنخرج المعلومات من التمثيل المبياني؟ عندنا واحد التمثيل المبياني قال لك مثلا حدد مبيانيا صوره العدد واحد، ديتيرميني غرافيكومون ليماج ديال نومبر. كتمشي للعدد هنا كتقلب عليه، هنا العدد اللي قال لك عطيني الصوره ديالو، العدد كنمشي للعدد هذا هو محور العدد، كتمشي لهنا كتقلب على داك العدد كطلع حتى كتمشي هذا وكدور، هذه هي الصوره. فرضا كان العدد هنا غنمشي حتى لهنا وغادي ندور غنتلاقى 5. فرضا كان العدد هنا واش غنطلع ولا غنهبط؟ غادي نهبط، غادي نجي لهنا نتلاقى ناقص 1. المهم كنطلع ولا كنهبط وكندور. بالنسبه الى قال لك حدد العدد الذي صورته، يعني عطاني الصوره، كنمشي للمحور ديال الصوره هذا، محور لاكس ديزيماج، كنقلب على هذا العدد واحد هو هذا، ثم كنرجع باللور اولا كنمشي هكا حتى كنقيس هذا وكنهبط، كنقول ليه اذا هو 3. مزيان. قال لك حدد اف لي اكس. باش تحدد التعبير ديال الداله انطلاقا من هذا الشكل هذا، خذ جوج ديال الصور، مثلا اف لي 1 كتساوي 3 واف لي 2 كتساوي 2، ولا اف لي 1 كتساوي 3 مع اف لي 3 كتساوي 1. خذ انت جوج ديال الصور وخدم بهم. خديت انا هادو ثم نفس الطريقه باش كنبينوا الداله التالفيه. دابا السؤال 15 و16 و17 اسئله مرتبطين بالدالتين. كيقول لك حدد نقطه تقاطع التمثيلين المبيانيين للدالتين اف جي، ديتيرميني لو بوين دانترسيكسيون دي ريبريزونطاسيون غرافيك لا فونكسيون اف جي، ولا كيقول لك حدد مثلا حل المعادله هكا ولا شي حاجه بحال هكا. شنو كنديروا ديما ملي كيقول لك نقطه التقاطع؟ شنو كدير؟ كديري فليكس كتساوي جي ليكس وكتحل المعادله. السلام عليكم سالينا. ندوزو دابا للمثال اولا للتمرين. السؤال رقم 16 اظن المثال قال لك اسيدي جي ليكس كتساوي فليكس كتساوي. شنو كدير؟ كتحط هذه القاعده ثم كتعوضي فليكس بالتعبير ديالها وكتعوض جي ليكس بالتعبير ديالها ثم كتحل المعادله، كتجيب هذا لهنا وكتحسب هذا الخيار. المهم راه المعادله كتعرفوا ليها، كتوصل لهنا في النهايه كتحسب الصوره ديال هذا العدد سواء بهذه الداله ولا بهذه الداله، يعني العدد اللي خرج لك هنا كتعوضه هنا وكتحسب داكشي اللي خرج لك كتحطوه هنا. اذا كدير العدد اللي خرج لك والصوره ديالو هنا. السؤال رقم 16 حدد المعادله، حل المعادله فليكس كتساوي جي ليكس مبيانيا يعني ملي انت كتكون رسمتي الشكل، ملي انت كتكون رسمتي هاد الجوج المستقيمات في نفس المعلم، هاد النقطه هذه، اذا هاد الاوفسول ملي كدير لها بحال هكا هاد العدد هو اللي كيعتبر الحل ديال المعادله. كيفاش كنجاوبوا؟ كتقول ليه لدينا التمثيلين المبيانيين للدالتين اف جي يتقاطعان في النقطه اش جوج 3، اذا حل المعادله هو جوج. هذا هو الحل ديال المعادله. قلنا لي ريبريزونطاسيون غرافيك دو اف جي سو كوب او بوين اش دي كوردوني دو 3، دونك لا سوليسيون دو ليكواسيون اف اكس ايكال جي دو اكس ايكال 2. السؤال الاخير حدد اف اكس بحيث اف اكس كتساوي 4 جي لي اكس ناقص 1 ولا زايد 1. شنو كنديروا؟ فقط كتعوض جي لي اكس بالتعبير ديالها، كتاخذ هذا كتحطو هنا وكتحسب. مثال جي لي اكس حيدتها كامله ودرت بلاصتها هذه هي هذه بالحمر، 4 في 1 4 على 4 اكس زائد 1 خرجت لنا داله تالفيه، يعني من الخطيه او بالاستعانه بالخطيه خرجت لنا التالفيه. يقدر نديروا العكس، مثلا عندي هذه الداله هذه تالفيه غادي نحطها، غنعوض جي لي اكس اللي كاين عندي في هذا التعبير بهذه 2 اكس ناقص 3 بين قوسين، غادي ننشر وغادي نبسط وغادي نكون وصلت للتعبير ديالي. وبهذا نكون قد انهينا 17 سؤال بعجاله.